السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي أحمد عبد المالك. كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الكورة عن أربع موضوعات. هو أول موضوع إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ فيه هو موضوع اتحاد الكرة وتدمير الكرة المصرية. تاني موضوع هنتكلم فيه اتحاد الكرة وإثارة الفتن والتعصب بين الأندية. ثالث موضوع هو تأخر الكرة المصرية. رابع موضوع هنتكلم فيه إن شاء الله هو رحيل اتحاد الكرة المصري. بالنسبة لأول موضوع زي ما قلنا اتحاد الكرة وتدمير الكرة المصرية. معروف طبعا إن في أي دولة من دول العالم الاتحاد هو اللي بينظم البطولة، أو الرابطة هي اللي بتنظم البطولة، أو في لجان بتنظم البطولة. في غالبية دول العالم إن تكون الاتحاد أو الرابطة هي اللي لها السيطرة على الأندية، وهي اللي لها القوة على الأندية، ولها الكلمة العليا على الأندية، فيما عدا دولة واحدة في العالم هي في مصر عندنا. هنا هتلاقي الاتحاد الكرة قبل ما ياخد قرار لازم يعمل حساباته، يشوف ان هو هيجامل مين، هيجامل الاهلي ولا هيجامل الزمالك، ايه اللي هيحصل بعد القرار ده. القرار ده مثلا هيضر الفريق ده كذا ولا هيضر الفريق كذا. يعني بيعمل حسابات قبل ما ياخدوا اي قرار. مثلا عكس دولة زي دولة مثلا السعودية وكده. الاتحاد السعودي لما لقي في مشكلة في موضوع القيد بالنسبة للهلال السعودي، وليكن الهلال السعودي ده مش أقوى فريق في آسيا، مش أقوى فريق في السعودية بس، ده الهلال السعودي أقوى فريق في آسيا بشكل عام. والهلال السعودي هو وصيف كأس العالم للأندية اللي اتلعبت في المغرب لما خسر من ريال مدريد في النهائي. حصل معاه ايه الهلال السعودي ده؟ حصل معاه ان هو تم وقف القيد بالنسبه له. القيد يعني الهلال السعودي اتوقف القيد ليه؟ مش من الفيفا، لا، من اتحاد الكره. ده دليل ان الاتحاد السعودي قوي. وعشان كده لان تلاقي ان الدوري السعودي دوري قوي، ويعتبر الدوري الاول يعتبر من الدول العربيه، ومن حيث المنافسه ومن حيث الاذاعه ومن حيث البث ومن حيث كذا حاجه يعني. وهتلاقي كمان يعني اللعيبه الكبيره بدات دلوقتي تروح فين؟ تروح الدوري السعودي. زي مين؟ زي مثلا كريستيانو، زي ميسي، ارتبط اسمه برضه بالدوري السعودي، بالهلال السعودي والكلام ده كله. فيعني طول ما اتحاد الكوره ضعيف فهنلاقي الدوري ضعيف، وهنلاقي كل حاجه في البلد دي ضعيفه. ده كده اتحاد الكرة وتدمير الكرة المصرية. تاني الموضوع هنتكلم فيه اتحاد الكرة وإثارة الفتن والتعصب بين الأندية. السنة اللي فاتت لما الزمالك حصل على الدوري، إمام عاشور احتفل. ممكن البعض يعتبر الاحتفال اللي احتفل بيه ده كان بطريقة مثلا غير مناسبة أو غير لائقة. البعض ممكن يعتبره كده، ممكن واحد تاني يعتبره ده حاجة شخصية. أنت بتحتفل في غرفة الملابس، اللعيب ما احتفلش في الملعب، ما غلطش في حد في الملعب، ما غلطش في حد وهو طالع من الملعب، لا، ده غلط في حد مثلا وهو في غرفة خلع الملابس. يعني الكاميرا اللي بتصور او التصوير ده غير رسمي، يعني المفروض ما يعتدش بيه ولا يعتبر بيه. تمام، ده اللي حصل. بعدها بيوم ولا بيومين لقينا عقوبة كبيرة على امام عاشور. تمام، قلنا خلاص عادي. طب امام عاشور قدم طعن علشان يخفض العقوبة او عشان يلغي العقوبة. حصل ايه؟ قالوا له ان الطعن لا يوقف العقوبة، الطعن لا يوقف العقوبة. ده حصل الكلام ده من سنة واحدة. السنة دي في شهر واحد كهربا يعتبر عمل نفس الحركة، يعتبر ان هو غلط في جمهور الزمالك، وقال لفظ كده ما ينفعش نقوله. بعد ما حصل اللي حصل، انتظرنا ان هو تنزل عقوبة زي مثلا ما حصلت مع امام عاشور. طبيعي يعني، ده قانون بيطبق. انتظرنا يوم، يومين، شهر، شهرين، 3 شهور كاملين علشان عقوبة كهربا تنزل. يا ترى بعد ما تنزل بعدها ب3 شهور هل هتطبق؟ لقينا ان في حد في اتحاد الكرة طالع بيقول ايه؟ بيقول ان الايقاع، ان الطعن والاستئناف على العقوبة يوقفها. يعني كمان اللاعب من حقه ان هو يلعب ماتش السوبر ويلعب المباراة اللي بعدها، يفضل يلعب يلعب لغاية ما بقى ايه، يرد على موضوع الطعن والاستئناف اللي قدمه اللاعب ده. حلك بقى شهر شهرين، يكون اصلا يكون ممكن اللاعب ساعتها ما يكونش دافع الغرامه واللي هي بتاعت الزمالك، وساعتها اللاعب يكون اتوقف اصلا من الفيفا. فالمبدا هنا، المبدا ان اتحاد الكوره مش بيتعامل مع الفرق كلها معامله واحده. ان الاهلاويه شايفين الزمالك وبيتجامل، والزمالك شايف ان الاهلي بيتجامل. فاتحاد الكوره مهما يجامل اي فريق، عمر ما الفريق ده هيعترف بالمجامله دي، هيعترف برضه هيبقى حاسس ان هو مظلوم. لو الاهلي اتجامل هيحس ان هو مظلوم برضه. فاتحاد الكوره الاحسن بالنسبه لك انك تمشي صح، تحط القوانين وتطبقها. ده كده اما انت لو هتفضل تحط القوانين وما تطبقهاش، او هتطبقها على حد وحد لا، يبقى انت كده هتصير الفتن والتعصب. احنا مش في حمل حادثه زي حادثه بورسعيد ولا زي الدفاع الجوي. احنا لو حصلت حاجه زي كده الكره هتتاخر في مصر، ولا هيبقى في جماهير، ولا هيبقى في اي حاجه خالص في الكوره، ونرجع نعيد ونزيد اللي عملناه من جديد.
تالت حاجة نتكلم فيها هو تأخر الكرة المصرية. تأخر الكرة المصرية ده هو نتاج للي حصل قبل كده. معروف إن في أي بلد من بلاد العالم إن الدوري والكاس وكل البطولات اللي بتتلعب في الدولة دي بتهدف إلى مصلحة المنتخب، إلا عندنا إحنا. عندنا في منتخب مصر كان عنده ماتش ضد ملاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. تخيلوا إن حضر في الاستاد 20,000 مشجع في مصر، ماتش حضر فيه 20,000 مشجع. وفي نادي في مصر في دوري أبطال أفريقيا حضر له 50,000 مشجع. هل كان الفترة بينهم بعيدة؟ لا، الكلام ده في نفس الأسبوع. يعني النادي يحضر له 50 والمنتخب يحضر له 20,000. ده معناه إن اتحاد الكورة يعني إن مش بيفضل مصلحة الأندية على مصلحة المنتخبات، وإن المنتخب بالنسبة له مش هو الأولوية بالنسبة له. فده عشان كده الكرة في مصرية بتتأخر. احنا شفنا السنغال مثلا، السنغال غلبتنا في خدت منا بطولة أفريقيا وصعدت على حسابنا كأس العالم، ويعني وكسبتنا في كل البطولات. كل البطولات السنغال كسبت مصر فيها. نشوف دولة زي المغرب مثلا. المغرب الأستاذ فوزي لقجع ده اللي هو مدير الاتحاد عندهم، ده عمل إيه بقى؟ قدم ملف لترشح المغرب لكأس العالم 2030. شوف وصلت لغاية فين. والمغرب على ايده وصلت رابع العالم، واللعيبه كانت طالعه وزعلانه. شوف احنا عندنا لو لعبنا ماتش في كاس العالم كويس هنفضل نبقى مبسوطين، ولو كسبنا ماتش هنعمل فرح. واحنا اصلا ما صعدناش اخر بطوله. والبطوله اللي قبلها اللي هي كانت موجوده في روسيا، طلعنا حصلت المجموعه. والسعوديه اللي هي فريق العرب اللي زينا اتغلبنا منه، يعني ما كسبناش ولا ماتش اصلا. ده نتيجه التخبط في القرارات وان كل واحد مثبت في الكرسي اللي ماسك فيه وبيتخذ قرارات بدماغه وحسب الاهواء بتاعتهم. هم ممكن يكونوا مش فاهمين اصلا القوانين اللي بيطبقوها. ده بالنسبه لتاخر الكره المصريه. واخر موضوع هنتكلم فيه هو رحيل اتحاد الكوره. طبعا اتحاد الكوره مش هيرحل، ده تمني بالنسبه لي ان اتحاد الكوره يرحل، بس ده مش هيحصل. اتحاد الكوره طبعا كل واحد جوه الاتحاد الكوره مثبت في الكرسي، وان هو ما يعني خلاص مش هيمشي تاني من المكان اللي هو وصل له ده. فانا بقول يعني لو هم مش قادرين يتخذوا القرار الصح، او ان هم مش قادرين يتعاملوا مع الانديه كلها معامله واحده، ان هم بيجاملوا فريق على فريق تاني، وان هم بيفضلوا الانديه على المنتخبات، فيا ريت اتحاد الكره يمشي احسن، بدل ما تحصل مجزره زي بتاع بورسعيد، او زي حادثه الدفاع الجوي، وتحصل مصايب بعد كده وكده. فالاحسن ان الاداره دي تمشي، وفي اداره تانية جديده وخلاص، يبقى احسن لنا في الكره المصريه. احنا نوصل لغايه فين تاني؟ احنا الناس كلها بتتكلم عننا بطريقه مش كويسه. يعني الناس بتتكلم عن التحكيم، عن الاخراج. الكره بتيجي في رجل الناس دلوقتي بتتحسب بركله جزاء بسبب الاخراج. التعليق بيبقى بينحاز لفريق على فريق تاني في الدوري المصري، يعني دوري مصري المعلق بينحاز لفريق على فريق. بس يعني ومثلا الاستاذ سالم الشمسي ده راجل مستثمر اجنبي، نطفشه عشان يمشي، ولا المفروض ان احنا نشجعه عشان يكمل في البلد، وان هو بيعمل مشاريع استثماريه، وعايز يعمل مدينه رياضيه ونادي واستاد وحاجات حلوه في مصر. فالحاجات دي يعني هتضر دخل البلد، ومصدر دخل دولار وعملات اجنبيه وعماله، حاجات كتيره كويسه. ليه نطفشه؟ ليه نمشي الراجل يعني من مصر؟ ف... فيا ريت يعني اتحاد الكوره لو مش هيقدر ياخد القرارات الصحيحه، فيا ريت يرحل وتيجي اداره مكانه احسن من كده. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك والشير والكومنت. وشكرا لكم على المشاهده والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.